السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كتاكيت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي صحة وفي سعادة بإذن الله. بصوا بقى حبايبي، انتوا طلبتوا مني فيديو للأسعار. هو انتوا ما طلبتوش فيديو، انا قلت انا هعمل لكم فيديو احسن، لان انتوا بتسألوني على تسعير التورت والجاتوهات. انا ما برضاش اقول، مش عشان انا قلت لكم قبل كده ان هو سر حربي. هو مش سر حربي، بس انتوا هتقيدوا بسعري. ولو بدأتوا تعملوا الأسعار اللي أنا بعملها أو أسعار حد غيري أو غيري أو غيري أو غيري، انتوا اللي هتتضروا. أنا مش هتضرر. انتوا أوقات تسألوا التورتة دي طلعت بكام، أوقات بطلع التورتة ب200، أوقات بطلعها ب250، أوقات بطلعها ب100، أوقات بطلعها ب80. مش هتعرفي القصة دي غير من نفسك. أنا ما ينفعش أقول لك، يعني أنا ما ينفعش أقول لك يعني قيمي شغلك. أنا ما أقدرش أقول لك قيمي شغلك بكام. شغلك انت اللي لازم تقيميه. ليه بقى يا بطه لازم انت اللي تقيمي شغلك؟ علشان انت اللي عارفه، مش انا اللي عارفه. انا دلوقتي عملت بوكس، طلعت البوكس ده بكام؟ اوقات بطلعه ب 150، اوقات بطلعه ب 180، اوقات بطلعه اقصى حاجه اطلعه ب 200. ليه ب 200؟ لان البوكس ده بيبقى فيه شغل عالي، فيه حشوات، فيه جناش، فيه شوكولاتات عاليه، يعني غاليه، سعرها غالي، فيها كذا حاجه. وانتي لو هتبدأي تمشي على اللي انا بقوله، انتي هتخسري. مش انا بس، لو مشيتي على رأي حد تاني هتخسري، رأي حد تالت هتخسري. مش هينفع يا جماعة حد يقيم شغل حد غير لنفسه. بصوا انا معلش، انا يعني بستسمحكم بقى ان انتوا ايه تسامحوني. انا بسجل بالليل، يعني قرب الفجر كده، لما لقيت الكتاكيت نامت قلت عشان اعرف اشتغل والدنيا تبقى هص هص كده. لان انا مش هعمل له، يعني انا مش هعمل الفيديو وهحط عليه الصوت، لا انا عامله الصوت بالفيديو كله، يعني كله كامل متكامل يعني. فمعلش بقى استحملوني. ولو في الاضاءه مثلا مش مظبوطه قوي، معلش، ايه الكل نايم. اللي بيساعدني في القصه دي نايم، يعني انا عيالي هم اللي بيساعدوني في القصه دي، ان انتوا عارفين ان انا ابيض يا ورد. فاللي انا عايزه اوصله لكم بقى ايه، لازم اتكلم معاكم في كذا حاجه قبل ما انت تفكري تعملي مشروع. انت دلوقتي عايزه تعملي مشروع، يعني معلش هنمشيها واحده واحده. هل انت بتعرفي اصلا تسوي كيك؟ مش هنقول سبونج، بتسوي كيك في الاصل. هل انت عملتي كذا صنف في البيت؟ اصل مش معنى ان انت تعملي شويه بسبوسه او شويه كنافه او شويه كيكه وطلعت معاكي كويسه، انا هطلع كده اشتغل في السوق. ما ينفعش. لازم يكون عدى عليكي مده من التدريب. في ناس بتروح تاخد كورسات، يعني في ناس بتروح تاخد كورس. الكورس دلوقتي مكلف، مش هتقدري ان انت تروحي تاخدي كورس عشان تبداي مشروعك، هتجيلك عقده نفسيه، هتقولي لا مش هبدا. وفي ناس تقول لك لا. يعني انا واحده من الناس كنت هاويه قوي القصه دي، كنت حباها جدا. تقدري تتعلمي من اليوتيوب. في يوتيوب العربي بتاعنا، المغاربه، الجزائريين، كذا حد يوتيوبر بيعمل حلويات قمه في الجمال. والجزائريين بصي، يعني اساتذه الاساتذه في الحلويات. والمغاربه والعراقيين، السوريين، المصريين. طبعا انا خليتنا احنا اخر حاجه. يعني حتى لو مش عايزه تاخدي من اليوتيوبر بتوعنا، مثلا في ناس انتوا بتبقوا شايفينها على اليوتيوب بتشتغل شغل بيرفكت، وفي ناس بتشتغل شغل يعني بتمشي حالها، اهي بتشتغل وبتصور اللي بتشغله وخلاص. وفي ناس بتبقى محترفه، في ناس هاويه، في ناس حبه. فانا مش عايزه يعني ان انتوا ايه تقيدوا بحد واحد بس. لا، انت تشوفي من ده وتشوفي من ده وتشوفي من ده. انا عن نفسي اعوذ بالله من كلمه، انا لما حبيت اتفرجت على كله. بس لما بدات بصراحه، عشان ابقى صادقه معاكم، انا اتفرجت على قنوات اجنبيه بالعبيط زي ما بيقولوا. عبيط العبيط، كنت بتفرج كتير جدا. وقبل ما ابدا اصلا في شغل الحلويات دي، ما كانش عندي يوتيوب اصلا. يعني انا من اواخر الناس من زمايلي اللي دخل عندهم اليوتيوب. ليه كده؟ ما اعرفش، انا ما بحبش بصراحه يعني التكنولوجيا الكتير بتخنقني. بحس ان احنا كل ما بنتقدم في التكنولوجيا بنتاخر في الاخلاق. هتقولوا بقى هي هتدينا درس؟ لا والله. بحس ان احنا مع مرور الوقت كل ما ربنا بيكرمنا وبنتقدم في التكنولوجيا، الناس اخلاقها بتبقى سيئه جدا. فانا كنت من اخر الناس اللي حابه ان هي تدخل عندها الدش ده. كل زمايلي وكل جيراني وكل اصحابي وكل قرايبي جابوه، انا كنت من اخر الناس اللي جبته. فانا كل حاجه بدات عندي متاخر. فانا كنت هاويه القصه دي من قبل ما اشوف اي حاجه. زمان بقى لو تفتكروا، كان في حد الله يرحمه ويحسن اليه يا رب ويجعل مثواه الجنه، انا كنت بحب الشخص ده جدا وما زلت بحبه وبدعي له ربنا يرحمه ويغفر له. اسامه اطيب، تسمعوا عنه طبعا. اسامه اطيب ده انا كنت بتفرج على كل حاجه كان بيعملها، حلو وحادق.
وبالمناسبه انا في الحادق برضو حاجه مصيبه مصيبه، انا بعشق المطبخ جدا يا جماعه، جدا بعشق المطبخ جدا، وبكره حاجه واحده بس في المطبخ، هي المواعين. يعني بتكسحني بصراحه. هتقولي كنت جبت لك غساله، مش هتنفع غساله الاطباق معايا، لان انا من النوعيه اللي ايه يعني معلش يعني سامحوني، بتحب تمرش الحاجه كويس، انما الغساله دي انا ما بقتنعش بيها. عند حد من قرايبي وشفتها، وليها حاجات معينه، الالمونيا ما تخشش فيها، اللي بيخش فيها كلها تيفال، سيراميك، جرانيت، فانا دي مش هتنفع معايا. فانا بحب المطبخ سواء حلو او سواء حادق، بعمل حوادق بلاوي. يعني ليه؟ لان انا كنت بتفرج على اسامه اطيب ده زمان، كان بيجي البرنامج بتاعه مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، كنت لو مليون نايمه لازم اظبط التليفون او اظبط المنبه عشان اصحى على ميعاد اسامه اطيب. فانا اللي انا عايزه اقوله لكم ان اللي عايز يبدا او حابب، فخلاص ده ان شاء الله ربنا هيوفقه. ليه؟ لازم يكون بادئ من بدري. فما ينفعش ان انت تيجي تخشي عشان تبداي تقولي لا انا هعمل مشروع بسم الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، هخش كده ان شاء الله انا هنفع وهشوف لي ناس وجروب وبتاع، اذا كان انت اصلا ما بتعرفيش تسوي كيك فما ينفعش تخشي. لازم عشان تكوني عارفه تكوني اتفرجتي او اتعلمتي وكمان جربتي، يعني مش اتفرجتي وبس، لا ده انت اتفرجتي وجربتي. جبتي بقى اللي هي التيبات او البلابل او الاقماع، وجبتي كيس الحلواني وبداتي تعملي الاسبونج، تمشي على خطوات معينه من حد انت واثقه فيه. انا بصراحه كنت بتفرج على اسامه اطيب واجانب. بالنسبه للحلويات والحوادق اسامه اطيب كان عندي رقم واحد. انا بعشق الراجل ده لحد النهارده، ربنا يرحمه ويجعله في ميزان حسناته، اللي علمه للناس كتير، فيديوهاته كتير جدا جدا. وكانت في قناه لو تسمعوا عنها زمان كان اسمها فتافيت، معرفش بقى هي فاتحه ولا قافله، لان انا علاقتي بالحاجات دي ضعيفه شويه. كنت بحب اتفرج عليها، كنت بحب اتفرج على كذا حد من الاجانب. انا كنت بعمل التورت والحلويات، بس كنت بعملها على قدي بطريقتي القديمه اللي انتوا عارفينها، اللي انا عملتها معاكم في مره على القناه لما قلت لكم انا بعمل ببيض من غير محسن. ما كانش في حاجه اسمها محسن، يعني ما حضرتش قصه المحسن. كنا بنفصل البياض عن الصفار ونبدا نعمل الفوم بتاع اللي هو اللهم صل على النبي، كان اسمه ايه الفوم بتاع البياض دوت؟ انا نسيته بصراحه، اما ابقى افتكره هبقوله لكم. تبداي تعمليه وتحطي البياض على الصفار، وتبداي واحده واحده بالراحه وبتاع ومش عارف ايه، وتبداي تدخليها الفرن وتظبطي درجه الحراره. باظ معايا كيك بالعبيط بالعبيط، يعني مش عايزه اقول لكم خربت الدنيا لحد ما وصلت واتعلمت، لدرجه ان في حد انا سالته في مره، يعني الله يسامحه بقى، كان بيديني معلومات غلط. اجي اساله على حاجه يعني شخصيه، يعني اجي اسالها على حاجه اقول لها مثلا ده بيتعمل ازاي، تقول لي بيتعمل كذا بكده كذا كذا، اعمل وراها الدنيا تخرب الدنيا تخرب. فبدات قلت لا انا مش هسال اي حد تاني، انا هخش اشوف بنفسي. دخلت وبقيت ادور في القنوات، ربنا يعني بيحبني ان انا صادفت اسامه اطيب ده. قلت مين اسامه اطيب ده؟ كنت اول مره اشوفه. بدات اخش واتفرج واعرف انه بيجي من الساعه كذا، الاعاده بتاعته الساعه كذا، اتفرج على اللي هو الحلقه المذاعه واستنى الاعاده، لان ما كانش في حاجه اسمها. ومعايا تليفون بقى مثلا، لو لسه في بدايه التليفونات اللي بتصور دي الصغنونه، ابدا اصور المقادير واخش اطبق، هم يناموا وانا اخش اطبق. انا هاويه، يعني اعوذ بالله من كلمه انا بحب شغل انا بعشقه، مش بعشقه بس، انا دايبه دوب في الحلويات، لدرجه ان انا فكرت ان انا افتح مشروع وافتح يعني مشروع ويبقى على واسع. حسيت ان الدنيا هتبوظ، لاني لقيت ليها قصص طويله انا مش هعرف امشي في الطرق بتاعتها دي، يعني لقيتها صعبه جدا. فاكتفيت بالشغل بتاعي ده، ان انا افتح والقناه دي كمان انا ما كنتش فاهمه ايه قصه القناه دي. انا طبعا لو قلت لكم هتقعدوا تضحكوا عليا. قصه القناه دي انا ما كنتش لسه اعرف ايه قصه اليوتيوب دي، ويقولوا لي ايه مثلا اصحابي افتحي قناه، اقول لهم انا افتح قناه وانا فاضيه؟ ده انا الواحد يعني مش عارف يهرش في دماغه، انا افتح قناه ايه؟ الواحد عشان كان فاكر ان الموضوع ايه بصراحه، يعني انا بتكلم معاكم بصراحه لان انا بصراحه ما كنتش اعرف. بقول مين اللي فاضي يجيب وقت علشان يخش يعمل حاجات زي كده ويصورها؟ طب ما هي بتاكل من وقتنا، ايه الافاده يا جماعه؟ يعني مثلا انا هفيد الناس دي، طب انا ايه الافاده اللي انا هستفادها؟ انا ما اعرفش ان هي القصه بيبقى فيها فلوس بصراحه، عشان ما ابقاش كدابه. لما قالوا لي ان اليوتيوب دوت انت بتاخدي عليه مشاهدات وبداوا يشرحوا لي، فهمت لا القصه وعرفتها، ما كنتش اعرف في الاول. فقلت خير، يعني طالما انت بتتعبي وبتعلمي، وبرضه ادينا كلنا بنتعلم مع بعضينا وبتفيدي وبتستفيدي، وهو برضه نحن ناخد افكار من بعضينا، انتوا تاخدوا افكار مني انا اخد افكار منكم، اهو كلنا بنستفيد.
فلقيت ان القصه ماشي، بدات عشان بقى افتح القناه دي. طبعا كنت يعني ما كانش عندي فكره خالص ازاي بتتفتح، وبصراحه برضو مش انا اللي فتحتها، يعني اللي ساعدني فيها يعني اصحابي حبايبي بيحبوني جدا وانا بحبهم، ربنا يبارك لي فيهم ويخليهم في حياتي نعمه، وانتوا كمان حبايبي. بس بيبقى فيه ربنا كده مديكي ناس في حياتك نعمه، ربنا يديمهم لينا نعمه. هم اللي بيقفوا مع الواحد اعملي كذا، يعني شافوا الحاجه بتاعتي كلوها، لا يا سوما انت تعملي قناه وبتاع، يا جماعه مش للدرجه دي، الكحك والبسكوت ده انت بسم الله ما شاء الله حاجتك حلوه، بداوا يشجعوكي ان انت تعملي حاجه زي كده. انا كنت بعمل في البيت ليا ولعيالي فقط لا غير، لان انا عاشقه الموضوع دوت جدا. لما هم بداوا بقى يحفزوني لا اعملي لا اعملي، فخلوني عندي استعداد ان انا اعمل القصه دي يعني ما خدتش معايا وقت ان انا ابدا افتح قناه، حد يعني ساعدني فيها والحمد لله رب العالمين مشيت معايا كويسه. فلو انت عندك استعداد يا بطه ان انت عايزه تعملي مشروع، لازم تكوني بتعرفي تعملي اصلا، يعني لازم يكون عندك استعداد ان انت تخشي المطبخ وهتقفي ساعات طويله على رجلك، عشان ما تفكريش الموضوع سهل، بجانب شغل البيت، بجانب الاولاد، بجانب المدارس، بجانب الدروس، يعني حاجات كتير جدا هتبقى عبء عليكي، فما كنتيش هتبقي عامله حسابك ليها مش هتنجحي، هتفشلي. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم يبقى عندك ادوات. يعني احنا قلنا اول حاجه الاستعداد، مثلا هنكتب كلمه، انا عايشه انا بكتب كده، بعد ما اخلص هقول لكم الكراسه كده، لان انا غريبه شويه لما باجي اكتب بكتب كده. الاستعداد ايه هو الاستعداد؟ ان انت يبقى عندك استعداد للشغل، عندك الموهبه، او نقول مثلا موهبه قدامها. موهبه، لو انت عندك موهبه، استعداد وموهبه، طالما انت عندك الاستعداد وعندك الموهبه، بصي انسي، ربنا هيوفقك طالما انت حابه القصه هتمشي فيها زي الفل. ما عندكيش استعداد وما عندكيش موهبه وعايزه تخشي تشتغلي في المجال ده علشان تجيبي فلوس، اللهم انك هتفشلي. لازم حد يكون بيحب وتكوني بتحبيها، يعني حاجه انت بتحبيها هتشتغلي فيها هتبدعي فيها، ربنا هيقف معاكي وهتمشي فيها زي الفل. حاجه انت مش بتحبيها وكرهاها وبتشتغلي وخلاص عشان تجيبي فلوس عشان تسدي احتياجات بيتك، والله ما هتنفعي. مش هتنفعي زي ما بيقولوا كده ببصله، معلش يعني اتكلم معاكم بصراحه، مش هتنفعي ببصله. فلازم انت يكون عندك استعداد ويكون عندك الموهبه. ما عندكيش الموهبه، اجيبها منين الموهبه دي بقى؟ يا اما بالكورس، يا اما بقنوات اليوتيوب، يا بالكورس يا بقنوات اليوتيوب. انا هجيب لكم الكورس عشان تشوفوا. قنوات اليوتيوب دي يا جماعه بتعلم كتير جدا. هو الكورس حلو برضه بس هيبقى غالي عليكي، مش هتقدري ان انت يعني، في ناس تقدر، اللي تقدر اوكي تروح تاخد الكورس ده، اللي مش هتقدر تتكلم بقى، نتكلم بقى على قناه اليوتيوب، هي اللي هتبقى هتخليكي بيرفكت. ومع الشغل والمرونه، ما تفكريش ان انت اول ما هتبداي هتلاقي ايديكي بسم الله ما شاء الله بتجري كده وبتشتغل، لا 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 انسي. انا اول ما مسكت انا ما كانش عندي ادوات على فكره خالص، كنت بشتغل على صينيه ومطبخي واحط على الرخامه وابدا الف الصينيه بايدي عشان اشتغل واطلع تورتايه. كنت باخد اكتر من ساعتين عشان اعرف اجلس واحشي واخلص التورتايه. دلوقتي حاليا انا ما شاء الله التورتايه بتاخدش في ايدي 10 دقائق او ربع ساعه. ليه؟ مع الوقت ومع التمرين هتبداي تلاقي نفسك بسم الله ما شاء الله بقيتي قروبه بمعنى اصح، فخلاص ايدك خدت على كده. وكل مدى ومدى وانت شغاله هتتعلمي الاكتر، هتخشي على القناه دي وتشوفي ايه الغلطه دي وقعتي فيها ايه، يبقى خلاص مش هتكرريها تاني. يكون عندك بقى يا بطه الادوات. يعني اول حاجه يبقى عندك استعداد وموهبه. مفيش موهبه، الموهبه قلنا هنجيبها منين؟ هنجيبها من قناه اليوتيوب او من الكورس. الكورس ده غالي عليكي، خليكي في دي. قناه اليوتيوب بقى عندنا بسم الله ما شاء الله كذا حد في اليوتيوب المصري بتاعنا، بسم الله ما شاء الله شطار وعفاريت، تخش على دي وتخش على دي وتخش على دي هتلاقيهم الله اكبر عليهم محترفين، هتتعلمي منهم كويس جدا. بجانب ان انت عايزه يعني تضيفي على القصه ديت عشان تبقي موهوبه اكتر، مفيش مشكله. ادخلي على بقى قنوات اليوتيوب اللي هي بتاعت الاجانب، هتتعلمي كويس، واعملي لها اشتراك عشان تلاقيها عندك في القائمه. اصل انت ممكن تخش عليها مره تيجي تخشي بعد كده ما تلاقيهاش، لا اعملي لها اشتراك وخشي عليها كل ما تلاقي نفسك فاضيه خشي عليها. انت اوريدي شطوره وبتعرفي تعملي وكل حاجه، و100 فل و14 زي ما بيقولوا، عايزه بس تتعلمي اسعر ازاي، نتعلم مع بعضينا نسعر ازاي، بس نبقى نمشي خطوه خطوه. خلاص عندك استعداد وعندك موهبه، لازم يبقى عندك ادوات. الادوات دي ضروريه، لان عمرك ما هتخشي تتعلمي
وبعد ما تخلصي وتبقي خدتي كورس تمام التمام هتخشي تشتغلي. هتشتغلي بايه؟ بسكينه؟ بشوكه؟ طبعا لا، لازم تشتغلي بادوات. انا في البدايه دورت على الادوات دي وسالت حد بقى الله يسامحه الادوات دي بتيجي منين، ما دلنيش عليها، يعني حد مش صحابي يعني، ده يعني بتتجاب منين؟ ما قال لي بتتجاب من الحته الفلانيه. اروح اسال في الحته الفلانيه ما الاقيهاش، اروح اسال في الحته الثانيه بيقولوا عليها ما الاقيهاش. في اخر ما زهقت دخلت على اليوتيوب برضو مع نفسي، قلت انا هشوف الادوات دي يعني اعملها ازاي. عارفين علب الكنز؟ انا في اول فيديو معاكم على القناه، لو دخلتوا على الفيديو اول فيديو هتلاقيني شارحه لكم فيه كل حاجه. وشوفوا الادوات اللي عندي اللي انا بدات بيها، يعني انا مش مصوراها كلها بصراحه، بدات بحاجات بسيطه، وفي حاجات انا ما جبتهاش كنت عايزه اجيبها لكم برضو، عايزه ادور عليها واشوف انا حطيتها فين اجيبها لكم، اللي هي علب الكنز دي. علب الكنز دي جبتها وقصيتها واشتغلت بيها، وممكن تشتغلي بيها على طول. يعني ممكن ان انت ما يبقاش مثلا معاكي فلوس ان انت تجيبي القصه دي، مش مشكله، الادوات اهم حاجه. مثلا يعني لو هنقول هنبدا، الله اعلى واعظم، انا بسجل لكم في الفجر يا جماعه، الله اكبر الله اعلى واعظم. بصوا انا هوقف بس الفيديو لحد اذان الفجر، وان شاء الله هصلي وهكمله معاكم باذن الله. استنوني، تروحوش في حته، نصلي ونرجع مع بعضنا. هي يا روزه، اوعي تكوني تهتي مني يا روزه. بصي انا ظبطت لك الدنيا اهي، صلينا ورجعنا من صلاه الفجر وظبطنا الدنيا. بصي بقى يا روزه، انا ظبطتها لك ازاي؟ انا لما لقيت الفيديو لقيته 16 دقيقه قلت ايه اظبط لكم الدنيا كده، لان عشان هيطول كده عليكم، فانا عايزه انهي معاكم بحيث ان انتوا تبقوا استفدتوا، عشان ما يبقاش ضاع عليكم الوقت في الكلام وانتوا ما استفدتوش حاجه. لما تكوني بقى هتقيمي شغلك هتعملي ايه؟ 4 بيض انا بستخدمهم في السبونش، انتوا عارفين المقادير بتاعتي، بضربها في 5 لان انا جبته في مره ب5. تضربيه بقى حسب ما بتجيبيه كل مره، جبتيه ب4 جبتيه ب3 هتضربي فيه. معلقه محسن جيلي اللي هي 30 جرام حسبتها ب2 جنيه. نص كوبايه سكر حسبتها ب4.5. ليه؟ لان كيلو ب35 جنيه. واحده معلقه خل هنحسبها ب50 قرش، يعني الخل مش غالي قوي يعني، عايز تحسبيها بجنيه براحتك. كوبايه ونص من الدقيق، يعني بالجرام يعملوا 250، يعني ربع كيلو. الربع كيلو حسبته ب4 جنيه ونص لان الكيلو ب18 جنيه. 2 معلقه من النشا يعني 50 جرام بكام؟ بجنيه ونص، لان انا حسبت النشا برضو، النشا يعني في حدود 25 جنيه، يعني لو قلنا 25 يبقى بجنيه ونص اللي هي ال 50 جرام. معلقه صغيره بيكنج باودر يعني 10 جرام بجنيه. نص كوبايه ميه، طبعا احنا مش هنستخدم الميه، يعني احنا مش هنحط سعر الميه ملهاش سعر يعني. الخامات بتاعت الشوكولاته، السبرينكل، البسكوت اللي هو بتاع الجناش، الجناش ذات نفسه، الفلوتس، كور الشوكولاته، كل القصص دي انت بتحسبيها، بديها مثلا سعر 35 جنيه. العلبه بكام؟ ب10 جنيه، انا بجيب العلبه ب10. القاعده بجيبها ب5 اللي هي اللي انتوا عارفينها الناشفه، والخفيفه بجيبها ب2 جنيه. الغاز كهرباء هتحسبي لها مثلا رينج 6 جنيه 6 جنيه. في ناس بتحسب معامل الهلك. معامل الهلك دي اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هي ان انت الحاجه بتاعتك بتستهلك، اللي هو ايه؟ المضرب بعد الشر ممكن يبوظ، البوتاجاز بتاعك ممكن يبوظ، العجان ممكن يبوظ. ففي ناس بتحسبها وفي ناس ما بتحسبهاش. عايزه تحسبيها احسبيها، انا عن نفسي ما بحسبهاش، يعني انا سايباها كده ممشيها على الله، ربنا هو الايه؟ الستار. فانت لو عايزه تحطيها حط لها مثلا 10، حط لها مثلا 5، زي ما يعجبك. نحسب بقى القصه دي كلها طلعت 96 جنيه، نقول مثلا 95 جنيه، بلاش 96، نقول 95. حطي انت بقى يا لوزه تعبك ومجهودك، شوفي انت بقى تعبك ده يساوي ايه. يعني انا دلوقتي تعبي بحطه ب30 جنيه فوق القصه دي، لا هحطه 50 جنيه، لا هحطه 75، لا هحطه ضعف السعر 95 يبقى هحط كمان 95. تراعي حاجة بقى يا لوزة في القصة دي، ايه هي؟ ان انا دلوقتي لو حطيت ال95 حطيت عليهم 95 هيديني 90 و90 نقول 180، وعندك 10 يبقى 190، يعني التورته هتطلع على 190. ماشي؟ ال190 دي لو انت في مكان شعبي والتورتايه مثلا حجمها صغير محدش هيرضى يشتريها. انت بتراعي المكان اللي انت فيه، هو ده اللي انا قلته لكم مره واثنين وثلاثه في الفيديو، عشان كده قلت لكم خدوا بالكم من القصه دي. انت في مكان شعبي، ماشي؟
مكان شعبي او متوسط او مكان يعني هنقول فوق المتوسط، نقول عليه مثلا ايه اللي هم الفايف ستار دول، هنقول اللي هو الراقي ده. ماشي. عشان تطلعي تورته للشعب ب 190 جنيه تكون مثلا مقاس 18 هتبقى كتير عليهم قوي، مش هيتقبلوها. لازم تكوني يعني ايه تراعي شويه. هنقول مثلا حطيتي 95 هنحط عليها ال 30، هتعمل كام التورتايه مثلا؟ لو ال 95 وال 30 هنقول ادي كده 5 وعندك التسعة والتلاتة يبقى كام؟ يبقى 12، هتديكي 125 جنيه. حلوة قوي اللي هي المقاس 18 125 جنيه عليها حلو. عرفتي بقى تسعري ازاي يا لوزة؟ يعني تديها السعر اللي هو يبقى قليل لانه شعبي. مكان متوسط تقدري تضيفي عليها 50 جنيه تعبك ومجهودك. هتقولي ما هو تعبي ومجهودي بيتقدر بالوقفه. هو انت تقدري تحطي على كل حاجه، يعني انت تقدري حتى لو مكان شعبي تقدري تبيعي ب 95، بس المشكله ان ما فيش حد هيقدر بالسعر ده. هيقولك وممكن تبقي بايعه اقل من المحلات كمان. بس اهم حاجه كمان يكون شغلك والفينش بتاعك يكون كويس. ما تعمليليش شغل اي كلام في اي كلام وتقولي لي ايه ما هو انا ما هو بيبيعها بره بكذا. لا. وكمان يا جماعه اقول لكم مره واثنين وثلاثه، النظافه يا جماعه، النظافه يا جماعه، النظافه يا جماعه، ما يبقاش فيه ولا حاجه مش نظيفه. لان في ناس كانت فاتحه جروبات وخدوا منهم شغل لقوا في التورته شعرايه في قلب الاكل. فخلاص انسي، ما حدش هيتعامل معاكي تاني. وانت تبقي نظيفه لنفسك وبيتك مش عشان شغلك بره وبس. دي حاجه. الحاجه التانيه انت مثلا عامله عرض، العرض بتبقى عايزين تعرفوا انا بطلع العرض بكام. انت دلوقتي حسبت التكلفه بتاعتك بتاعت التورته طلعت 95 جنيه، اللي هي الحاجات اللي انت حطيتيها وحسبت كل القصه بتاعتك دي. عايزه تطلعي العرض. العرض ده بقى مثلا تورتايه، مش هنقول بقى معاها كبات ولا هنقول معاها كب كيك ولا هنقول معاها جاتو ولا العلب الطواجن ولا القصص دي كلها خالص. ماشي. انت بس عايزه تعملي عرض للتورت، بس مطلعه تورته وحاطه عليها عرض. العرض ده عايزه تبيعيه، انت كلفتيها 95 جنيه، هتطلعيها عرض يبقى حلو عليها 125 جنيه. ليه انت حاطه ال 125 جنيه؟ انت بتشغلي جروبك عشان الجروب يشتغل. ماشي. ومش هتفضلي على طول الاسعار دي، يعني مع الوقت هتبداي ان انت تغيري فيها لان الحاجه بتغلى. حطيتي مثلا 150 جنيه عليها، حلو قوي، 150 مش وحش ان انت بعتيها ب 150. لان هو برضو في العرض التورته بتتباع يعني عندك مقاس 18 مقاس 24 بتختلف بقى في المقاسات. هتقولي لي ليه؟ لان كل ما المقاس بيكبر معاكي كل ما بياخد خامات اكتر. انت عايزه مثلا تطلعي مقاس 24، مش عايزه تطلعيه 3 شرايح او 3 قطع، لا انت عايزه تطلعيه 4 وتطلع عاليه. تطلع قصدي يا ربي 6 شرايح وتطلع عاليه. فهتضربي المقدار ده في 2، ال4 بيض ده يعني المقادير دي كلها اللي انت شايفاها هتضربيها في 2. عندك 4 بيض، ال4 بيض هيبقى 8 بيض. معلقه محسن 2 محسن، نص كوبايه سكر يبقى كوبايه سكر كامله، معلقه خل يبقى معلقتين خل، وهكذا. هتفضلي تضاعفي الكميه. طالما ضعفتي الكميه يبقى القصه بتاعتك دي بتزيد شويه. تحسبي انت بقى تكلفتك للقصه دي كام وتبداي تطلعيها. عملت التورته بتاعتك كلفتك 95 جنيه، عايزه تطلعيها عرض. شوفي انت ايه اللي يرضيكي ان انت تطلعي تمشي الجروب بتاعك في الاول، وما تطلعيش حاجه رخيصه ان هي تبقى يعني مثلا يتعودوا عليكي دي بتطلع حاجات رخيصه يبقى حاجاتها وحشه. لان في ناس ما بتقتنعش ان الحاجه الرخيصه تقول لك حاجه رخيصه يبقى حاجاتها وحشه، ما رضوش اصلا يشتروا. لا انت تطلعي بالسعر المعقول. يعني انت دلوقتي المحلات بتطلع التورتايه مثلا دي ب 150 جنيه. انت عشان عايزه تكسبي مش هتضربيه لان هو انت فرد واحد، فمش هتضربيه في السعر. فانت مثلا ممكن تخليها كام؟ هو بيطلعها ب 150، طلعيها انت مثلا ب 140 ب 130 وبرضه هتبقي كسبانه وبرضه ربنا هيبارك لك في رزقك. فحاولي بقدر المستطاع ان انت تعملي شغل كويس، تقفيله يبقى كويس، وتشوفي المناطق بتاعتك. يا جماعه مش معنى ان انت عملتي شغل تقولي انا هبيعها بقى بايه ب 200 ب 300. شوفي المكان بتاعك. لما تيجي تسالوني انت بتبيعيها بكام، حسب المنطقه يا جماعه اللي انت قاعده فيها. ما ينفعش تبيعي في منطقتك وانت مثلا قاعده في منطقه شعبيه وتيجي تساليني مثلا بتبيع. انا مثلا هنقول على نفسي ان انا قاعده في منطقه شعبيه او منطقه راقيه. هنجيب الاول المنطقه الشعبيه. انا قاعده في مكان شعبي، ما ينفعش اطلع فيها التورتايه ب 200 جنيه و 300 جنيه، مش هينفع، مش هتتباع وهتوقفي حالك. انت شوفي تكلفه الحاجه بتاعتك كام وحطي مكسب قليل عليها عشان تشغلي جروبك. بعد ما بيشتغل بتبداي تزودي في حاجتك حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ان كده كده انت مش بتزودي بمزاجك، الاسعار بتزيد كده كده. يعني كيس السكر الواحد كان بيجيبه
كان بكتير قوي، كان القصه كلها ب 15 جنيه ب 16 جنيه. كيس السكر دلوقتي عامل 35 جنيه. الكريم شانتيه انا كنت بجيبه في الاول خالص كان سعره قليل، مش عايزين نجيب من الاول خالص، هنجيب سعره يا ستي لما كان غالي في المعقول، كان مثلا 200 جنيه. دلوقتي عامل 260 جنيه كريم شانتيه اللي هو المتحده اللي هي اسمها ريتشي. فكل حاجه بتغلى انت بتضطري تزودي في حاجتك، والخامات ذات نفسها بتغلى. يعني تروحي تجيبي النوتيلا تلاقيها بسعر كذا، تبقي جايباها بسعر مثلا ب 100 جنيه، تروحي تاني يوم تلاقيها ب 110، تاني يوم ب 115 ب 120، وهكذا. تبصي تلاقي الزياده في الاسعار بتجبرك على انك تزودي في حاجتك. بس برضو انت هتزودي حبه حبه، مش هتزودي جامد قوي. ليه؟ عشان تفضلي شغاله، لان الدنيا بايظه بايظه، الدنيا بايظه. يعني انا مش عايزه اعقدكم، بس انا يعني في نفس الوقت برضو مش عايزه حد يحبطكم. اللي عايز يشتغل في الموضوع ده لازم يبقى عنده طولة بال. ما ينفعش ان انت اول ما تشتغلي كده وحد يقول لك كلمتين ما تسمعيش لحد، ما تسمعيش لحد. في ناس بتحبط عشان تبقوا فاهمين. انا الحمد لله رب العالمين كل اللي حواليا كانوا بيشجعوني، ما عدا كام شخصيه كده في حياتي كانت بتحاول ان هي تحبطني، لان هي مش عايزه للبني ادم ده النجاح، هي عايزه له الفشل. بس طول ما انت ما بتسمعيش لحد، سيبي بقى اللي يغني يغني. يقول لك ايه، مش عارف، دع القافله تسير وسيب الكلاب تعوي، ولا مش عارفه بتتقال ازاي. وقصه الضفدع برضو مش عايزه اطول عليكم الكلام عشان عايزه اقفل معاك الفيديو. اللي كان بيجري ولا مش عارفه كان مين، وما كانش حد ده عمال يقول ايه ده مش هيوصل، ده مش عارف ايه. طلع في الاخر ان هو ما بيسمعش اصلا، اصم. هو لو بيسمع كان وقع، انما هو تسلق ووصل. انا مش فاكره القصه كويس قوي، لحد ما وصل للمكان بتاعه اللي هو اللي كانوا بيعملوا فيه السباق. ليه؟ لانه ما بيسمعش، كان اطرش اصلا. انت نفس القصه، اي حد يحبطك ما تسمعيلوش. طالما انت عندك القدره ان انت عايزه تشتغلي وحابه الشيء ده، ان شاء الله هتبدعي فيه وهتبقي فيه كويسه. فيا جماعه، اول ما هقول لكم على قصه البيع والشراء، انا مش عايزه حد بعد كده يزعل مني ان انا مثلا ما بقولش اسعار. والله العظيم انا ما بقول، ان في ناس بتكتب لي في الكومنتات قولي لنا نبيع بكام. ما اقدرش اقول لك بيعي بكام، دي بتاعتك انت. فانت وقت ما تكوني عامله الحاجه احسبيها. عملتي كب كيك، استخدمت قد ايه دقيق، استخدمت دقيق بكذا، هتحسبي كده زي ما هي بالواحده. انا دلوقتي ما بحسبش. ليه؟ لان انا خلاص مع الوقت اتدربت واتمرنت وعرفت الحاجه دي ايه قصتها. انت بقى عايزه تحسبي كل مره على كده، مفيش مشكله، اقعدي احسبي كل مره انت بتطلعيه بكام. انا عرفت خاماتي وعرفت حاجتي وعرفت شغلي، فبدات ان انا اظبط نفسي على الوضع ده. انت مش عارفه، خلاص امشي على القصه دي. وجيبي كمان اول ما تبداي الشغل بتاعك هتبقي محتاجه حاجات بسيطه جدا جدا. يعني الاسباتيولا، سكرابر، القرص الدوار، البلابل الصغيره هاتي بالبلتين او 3 بالكتير، او اللي هو التيب، تيبين 3 اشتغلي بيهم، وهكذا. يعني ما تبدايش بكل حاجه تبقى عندك، لان ما فيش حد بيبدا كده عشان تبقي فاهمه، وانا ما بداتش كده. فانت عشان خاطر توصلي لازم تبداي بالقليل لحد ما ربنا يكرمك. والله عندك امكانيات انك تشتري كل حاجه وتبداي وتشتغلي، وانت كمان شاطره وموهوبه وبسم الله ما شاء الله عليكي بيرفكت في كل حاجه، خلاص مفيش مشكله. ابداي هاتي كل اللي نفسك فيه بقى. طالما الماده متوفره، انا ايه اللي يوقفني ولا ايه اللي يعجزني؟ فاي وقت يا لوزه هتبقى عايزه تسعري حاجتك، هتبصي للحاجه دي تشوفي معموله ازاي وتبداي تسعريها. خلاص يا لوزه؟ اي وقت بقى هتسعري الحاجه بتاعتك وانتي مش عارفه، ارجعي بقى للفيديو ده تبداي تشوفي كده الحاجه دي بكام. وخدي بالك الحاجات دي متغيره، يعني مش هيفضل البيض زي ما هو ب5، لو ب3 مش هيفضل ب3، لو ب2 مش بيفضل. الحاجات دي طالعه نازله. هتبداي تكتبي المقادير اللي انت بتشتغلي بيها وتبداي تمشي على القصه دي، وان شاء الله ربنا هيكرمك. والرخيص، الحاجه الرخيصه مش حاجه كويسه. عشان ما تقوليش ايه لا ما احنا مش عايزين نشك على الناس. ايوه انا فاهمه ما تشكوش على الناس، بس ما تعمليش حاجتك ومجهودك وما تحطيلهاش سعرها. لا، انت الحاجه اتكلفت معاك 95، تحط لها 30 فوق سعرها كويس جدا، تحط لها 50 ماشي معقول، 75 براحتك. عايزه تحطي بقى فوق سعرها برضو، دي حاجه ترجع لك انت، لان انت بتشوفي المكان اللي انت فيه. المكان اللي انت فيه كويس زودي، المكان اللي انت فيه تعبان شويه يبقى قللي، تعبان خالص يبقى كفايه 30. يعني تمشي بالمعقول يا جماعه، مش لازم يعني ايه المكسب يبقى في المعقول. وبعدين لما يبقى عندك عروض كتيره، انا كنت فاكره اقول لك دي مش عايزه اطول في الفيديو، لازم وانت عامله عرض مثلا. انا في مره عملت معاكم فيديو اللي هو الثلاث بوكسات اللي انتوا شفتوها دي، مثلا العرض منهم عمل 150 جنيه. يبقى ال 150 جنيه دي هتطلعي ال3 عروض هتضربيهم في 3،
شوف هيطلعوا لك كام. يطلعوا بقى 450، يطلعوا 500. هتلاقي العمليه معاكي بتكسب كتير. فانت ما تروحيش بقى تضربي لي العرض الواحد 200 جنيه وتقولي ما هو انا لما اضرب ال 200 في الثلاثه هيديني 600 جنيه يبقى اكسب اكتر. لا، مش هتشتغلي. لازم تقللي علشان تلاقي لك ناس تشتري منك. خلاص يا لوزة؟ الحاجه المعقوله حلوه، الحاجه اللي في الوسط حلوه. وانا دايما اقول لكم انا ماشيه على نظام خير الامور الوسط. انا بحب امشي الحاجه المعقوله، لا هي اوفر قوي ولا هي تحت قوي. وفي ناس بتطلب شغل عالي بديها ثمن الحاجه. يعني مثلا تيجي تقول لك تجيب لك صوره زي ما انتم بتشوفوا كده معايا في الفيديوهات، تقول لك انا الصوره دي عايزاكي تعمليها لي. طب ما هي الصوره دي فيها خامات كذا وكذا وكذا وهتكلفك كذا، تقول لك اعمليها. فخلاص ما تفرقش بقى، هي مش فارق معاها. انما العروض بالذات لازم تبقى قليله، والسعر بتاع التورت اللي انت هتطلعيها من غير حتى عروض لازم تبقى في المعقول. خلاص يا لوزة؟ الفيديو ده بقى يعني تخلوه عندكم تحفظوه في السجل بقى كده او في المحفوظات عندكم في التليفون، بحيث ان انت لما تكوني عايزه تشتغلي تبداي تسعري على القصه دي. اي طلبات اي حاجه انتوا عايزينها انا تحت امركم، اكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد على كل حاجه في الكومنتات. وانا عامه ما بسيبش ولا كومنت لما برد عليه. يعني حتى في ناس بكتب لها عريضه في قلب التليفون بيقعدوا يعني زمايلي وبيشوفوا التعليقات اللي بكتبها بيقعدوا يضحكوا يقولوا في كل ده رد. اقول لهم ايوه، بفسر لهم الحاجه عشان يشوفوا هم عايزين منها ايه. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، اوعي تنسي يا لوزة. لايك وشير وسبسكرايب. هسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.